السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنىكم تكونوا بخير. اليوم غنشارك معكم وصفه ديال المسمن كيجي المذاق ديال بسطيله الحوت، وما نقولش لكم على التقرميشه وعلى اللذه. الا جربتوه ما غتبقاوش تستغناو عليه. يلا خليكم معايا نشوفوا المراحل ديال التحضير. هنايا انا عجنت العجينه ديال المسمن، فيها 3 الكيسان ديال الفورس وكاس ديال الفينو، معلقه صغيره سنيده، خماره وحده، معلقه صغيره ديال السكر، وعجنتهم غير بالماء عادي، ما دلكتو ما والو، غير خلطتو وجمعتو في بلاصيكه، خليتو كيدلك راسو. من بعد خليتهم كيرتاحوا ودزت وجدت الحشوه، ودابا رجعت قطعتهم على 4 كما كتشوفوا، خليتهم يرتاحوا. دابا غنوجد واحد التخليطه هي باش كنورق، كيجيو مورقين تقريبا، كيجيو بحال ورق الفيلو. هنا عندي غير نص كاس ديال الزيت، وتقريبا 4 المعالق ديال الفورس، ولا عندكم نشا المايزينا ديروها. صافي كنخلطهم مزيان. سمحوا لي ما جاش باين هنا في هذه اللقطه. عندي هنايا الحشوه، درت فيها بصله، خيزوه، فلفله حلوه، شحرتهم في مقله مع الزيت البلديه، وزدت عليهم مطيشه ديال الحك وعصير حامضه وطريف ديال الحامض مصير مقطع. شحرت داكشي مع الملحه، شويه الهريسه. المهم شحرت داكشي مزيان، وزدت في الاخر حك ديال الثوم، وزدت الشعريه الصينيه بعد ما رطبتها في الماء مغلي، وخلط داكشي. كيجي مذاق واعر، ما نقولش لكم، راه بحال تقريبا الشكل ديال البسطيله ديال الحوت. المهم خليت داكشي كيبرد. قبل ما ننسى البنات، راني زدت حتى صلصه ديال الصوجه، وزدت شويه ديال الكمون وشويه ديال الزعتر مطحون باش يجيكم داكشي بنين، وزدت واحد فرماجه مربعه حتى هي خلطتها مزيان مع داكشي. كما كتشوفوا ورقتها دابا بالزيت، وعاد غندير لها الخلطه السحريه. نتوما غير شويه بحال هكا. المهم هاد الكميه خصها تكفيني لهادوك 4 ديال المسمنات. سرحوها بحال هكا. المهم هاد المسمن خصكم تورقوه مزيان حتى كيبان لكم سطح العمل. نزيد شويه من هنا حيت هذا هو السر باش كتورق. صافي نطويو على 4 بحال المسمن العادي، وصافي انا غنكمل هاد الاخرين ونرجع معاكم. هنا انا ساليت ورقتهم كاملين. دابا غنمسح هنايا سطح العمل، ما خصوش يبقى فيه الزيت. وصافي دابا كنجيب الاولى اللي ورقت هي هذه، شفتوا خليتها واحد شويه حتى ارتاحت. دابا غنورقها. هانتوما شوفوا راه ما مدلوك ما والو، هاد العجينه كدلك راسها براسها. نديروها من هنا من الجناب مزيان. دابا غنجيب الحشوه اللي عندي، غنقسم بعد هادي. غنقسمها على جوج بحال هكا من الوسط. بسم الله. هانتوما شوفوا كندير هنا بحال هكا. كنحاول ما نوصلش للجناب. هانتوما كندير في الجهه الطرفانيه. وصافي كنشد بحال هكا وكنلوي غير بشويه. نتوما كتشوفوا
بحال هكا. كناخذ هذه حتى هي من هنا صافي، وكنلويها بحال هكا. الجهه اللي بحال هكا هي اللي تكون لتحت، هاد الطويه هذه هي اللي خصها تكون لتحت. دابا غنجيب الطاوه ديال الفران دهنتها بالزيت، فرشت لها هاد الورق هذا، ودابا غنحطها بحال هكا. صافي انا غنرجع نكمل الاخرين باش ما نطولش عليكم الفيديو. دابا غنقطعهم، بسم الله. شوفوا شي موس بحال هكا يكون ماضي وقطعوهم، قطعوهم على 3 بحال هكا. واخا كيف هاد الموس انا عندي ما ماضيش بزاف. صافي دابا شعلت الفران كما قلت لكم، غنسخنوه مزيان، وملي غندخلوهم غنقصوا. الا عندكم الفران ديال الغاز نقصوا عليه ونديروهم فوق، الا عندكم ديال الضو نقصوا عليهم مزيان، خليهم ساعه حتى كيطيبوا مزيان يتقرمشوا باش كيجيوكم بحال ورق الفيلو. الا بغيتو كاضافه بحال هكا تزينوهم بشويه ديال البافو ولا بحال هكا جنجلان، انا ما عنديش، غنخليهم هكايا ونتلاقاو من بعد. هانتوما كتشوفوا خرجتهم من الفران، شفتوا كيفاش كيجيو. هانتوما نقرب لكم، باقي سخان، يلا خرجتهم من الفران. هانتوما سمعوا التقرميش. هانتوما غير جربوهم كيجيو زوينين. كنتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ما تنساوش اللايك وما تنساوش بارطاجيو باش هكا نبقى ننزل لكم وصفات كيعجبوكم.